ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قلت اعمل النهارده شويه رز حبه وحبه كده. بيبقى حلو على فكره، وليه ريحه كده مختلفه يعني عن الرز التاني كده. لانه والله كنت بغسل برضه هدوم كتير وحاجات كتير، وبعمل شويه حاجات في المدخل، بظبط شويه حاجات كده، فقلت خلاص هدخل اعمل ايه شويه حاجات كده على السريع. الرز حبه وحبه ده انا بحب احمر له رز كتير شويه، يعني ما اخدش مثلا معلقتين ثلاثه احمرهم بس، لا. يعني انا كل اللي بعمله مثلا كوبايتين رز، كوبايتين وربع، فتلاقيني مثلا واخده بتاع كوبايه الا ربع منهم محمراه. فاهمه قصدي؟ يعني اقل من النص، حاجه بسيطه. الرز اللي انا بحمره زي الشعريه برضو، زي ما باجي اعمل الرز اللي بالشعريه ده، واحب اكتر برضو الشعريه. يعني بحب الحاجه اللي انا بحمرها فيه تبقى باينه، ما تبقاش بقى حاجه بسيطه. وخلي اللون بتاعها وسط، يعني لا احمر قوي فيغمق لك الرز، ولا ابيض قوي يعني، ولا فاتح شويه فتحسي بعد ما تقلبيه ان الرز هو لون واحد، يعني مفيش حبه متحمرين وحبه لا، فالوسط حلو. يعني اللون اللي انا عاملاه ده هو بيبقى اغمق من كده شويه، بس الفلاش بتاع التليفون هو اللي بيخليهولك بيبينهولك يعني ان هو فاتح شويه. فانت لما تعملي اللي هو اغمق من ده سنه صغيره، فبيبقى بقى ايه لون الرز تحفه فيه. بص بقى لما قلبته تحس ان الرز إيه، حبه متحمرين وحبه لا، يعني تحس ان هو نص ونص. يعني لو انت بتحبي تعملي رز اللي حبه وحبه ده، خلي الرز معاك اللي متحمر كتير شويه. ماشي. هتشوحيه بقى خالص بشويه الملح لما يخرفش برضو تحت ايدك كده، زي ما قلنا مع كل رز، عشان ما يعجنش منك او اي حاجه، وتحط له ميه مغليه. تنزلي بالميه المغليه خلاص، مش هياخد وقت، دقيقتين اتنين وهتلاقيه خلاص اتشرب الميه بتاعته، وهتوطي له. لما يتشرب زي اي رز عاده هتوطي له. بص، لساعه ما تحط الميه المغليه يغلي كده، لو حطيت الميه مش مغليه لسه هتبدا تسخن مع الرز، فهيتشربها قبل ما يبدا، يعني هيتشربها وهو لسه مسخنش، فهيعجن منك او مش هيستوي، مش هيبقى حلو. فانت خلاص هتحط الميه مغليه، وهتغلي بسرعه وهتوطيله. هنا بقى مع الرز الحبه وحبه قلت اعمل ايه، اسلق شويه بطاطس من اللي هي بتتسلق على بحالها دي، بس انا البطاطس اللي انا حطيت شويه ميه لما غليت حطيت لها شويه ملح، عايز تحط شويه كمون عادي. البطاطس لو اصغر من كده كمان تبقى حلوه. يعني البطاطس اللي هي المفروض بتتسلق وتتحمر بحالها دي بتبقى اصغر من دي، بس تبقى ده الحجم الصغير اللي كان عندي. فسلقته حتى ما رضيتش اقسمه اتنين وهو لسه ما اتسلقش، قلت لا انا هسلق بطاطسايه كده بحالها، وبعدين لو انا عايزه ايه اقسم واحده ولا حاجه ابقى اقسمها. اما اسلقها بقى ايه، قلت سبتها تتسلق كده على النار، قلت اعمل شويه ملوخيه. طب انا ما عنديش شوربه، اعمل ايه؟ انا بعملها بقى مش بحمر شويه تومه في الاول كده زي الطشه بتاعتها الاخيره. بعمل طشه في الاول زيها كده، احمر حته تومه كده في حته، دي كانت معلقه سمنه مش زيت اللي انا حطاها. الملوخيه بقى تبقى سمنه بس، ما بحطلهاش إيه زيت. في اكلات كده بتبقى سمنه بس من نوع الملوخيه، ما احبش احط معاها اي زيوت، وفي اكلات لا زيت وسمنه. فانا حطيت بقى معلقه سمنه عادي، وحطيت لها برضو التوم يا دوبك تشم ريحه التوم كده، ما تسيبهاش تتحرق منك عشان بتمرر، وحطيت لها شويه كزبره. في الحاله دي لما بيكونش عندي شوربه، وانا بعمل شوربه مرقه دجاج، فبحط مثلا ايه، كيس صلصه او كيسين صلصه، او معلقه صلصه او معلقتين على حسب اللي عندك، على حسب بقى الكميه اللي انا هعملها. يعني لو انت هتعملي كميه صغيره، انا حطيت كيس صلصه وحسيت ان هو يبقى قليل، لان انا كنت هعمل ايه شويه ملوخيه كتير، لان انا ما عنديش طبيخ ولا حاجه. ده هو الرز بالملوخيه بقى والبطاطس بالحاجات دي. فانا يعني بطأت كده، او كنت قلت للبيت هاتلي كيس تاني من التلاجة، كنت بجيب كيس تاني من التلاجة، حطيت انا بس معلقه سكر كده للصلصه. وحطيت انا بقى كيس صلصه تاني اهو تحت، حتى تلاقي لسه ما تقلبش، وحطيت ايه مكعبين مرقه دجاج، حطيت مكعبين مرقه دجاج عشان اعمل بهم ايه شوربه، تطلع بقى شوربه جميله والله. مش عايزه تحط الصلصه عادي، بس الصلصه في الملوخيه اللي هي من غير شوربه دي، اللي انت بتعملها مرقه دجاج، بتديها طعم حلو قوي. تعملي زي ما بقولك كده، تومه وعليها الكزبره، معلقه سمنه الاول وتومه وعليها الكزبره، وحط الصلصه وحط مرقه الدجاج، وزودها بقى الميه اللي انت ايه الكميه اللي انت هتعملي بقى شوربه، وسيبها لما تغلي معاكي برضو، هنحط عليها ال- الملوخيه بقى الناشفه. هنا بقى كانت البطاطس دي خدت نص سلقه، نص سلقه. فانا بشوفهم دايما يحطوا البيض اللي بيسلقوه مع البطاطس، اول مره اعملها مش عارفه يعني، بس قلت هو ده هينفع يعني، ايه اللي مش هيخليه ينفع، ما هو ميه بتغلي عادي ونازله فيها بالبيض. بس انا كنت زيت البطاطس كده كانت خدت نص سلقه، حطيت بقى معاها البيض كده ياخد النص سلقه بتاعته. ولما خلصت طلعت البطاطس، كنت انا الشوربه ورا هي كنت انا اغريتها بقى وركنتها، قلت مش هحط بقى الملوخيه ولا الطشه بتاعتها الا ساعه الاكل. طلعت بقى البطاطس دي قشرتها، لا قشروها لي، وقسمت بقى ايه البطاطسيه اتنين كده، يعني البطاطسيه الكبيره قسمتها اتنين بس، شقتها اتنين بس عشان احس ان هي مختلفه عن البطاطس العاديه. وتحمريها، بصي حاول ما يعني ايه خليها ايه متوسطه كده عشان ما تنشفش قوي منك، تبقى الطبقه اللي بره مقرمشه بس، والطبقه اللي جوه كلها إيه طعم البطاطس كده إيه طريه كده وحلوه معاكي. لها يعني في الاخر هي بطاطس مقليه بس لها طعم مختلف خالص غير البطاطس المقليه الصوابع اللي احنا بنقليها. والبطاطس المسلوقه دي لها
طعم غير البطاطس اللي احنا بناكلها مسلوقه عاديه في اللي هي بتبقى مهروسه. كل حاجه لها طعم. انا حسيت ان الرز بشعريه ده لايق معاه الحاجات دي. هنا بقى خلاص ولحت على الملوخيه على الشوربه تاني غير التاني، نزلت عليها بقى بالملوخيه الناشفه، وتقلبي فيها كده لحد القوام اللي انت بتحبيه. خلي القوام وسط. كنت اقول لك لو انت هتركنيها يبقى خليها خفيفه شويه لان هي بتتقل، بس الملوخيه ما تسيبهاش تتركن. يعني بص انا لما غليت الشوربه وحسيت الوقت بدري ما رضيتش احط الملوخيه عليه، قلت خلاص اما اجي اعملها ابقى اغلي الشوربه تاني وبحط عليها الملوخيه. هنا برضو حطيت بقى معلقه سمنه والثوم ومعلقه كزبره يتحمروا كده، واطشهم بقى ايه على الملوخيه زي الطشه الاولانيه بالظبط. يبقى توم، سمنه، توم، كزبره. وتحط ايه، بصي لونها بقول لك لونها اخضر، وهي ملوخيه ناشفه. هي ملوخيه ناشفه مش ملوخيه خضراء ولا حاجه. بس انا حماتي صراحه بتنشفها حلو، يعني هي اللي منشفاها بتنشفها حلو، او بتجيبها لك لونها اخضر لما بتعمليها بتحس. انا بقول لك بص لونها، بس ايه عماله بس عشان ما توقعش مني. بتحس ان هي ملوخيه خضراء. هي بتقعد تقول لي اجيبها لك خضراء، بس انا بقى عشان ما ببقاش عارفه ان انا اعملها ساعتها، فبضمن ان هي خلاص ايه ناشفه، بحطها كده في ايه، في بحطها في برطمان كده، واحطها في الدرج بتاع التلاجة، او احطها في كيس عادي واحطها في درج في التلاجة. انا بحطها في برطمان كده واحطها في درج التلاجة، والله تتحفظ. لو حفظتها كام شهر حتى بيجرالهاش اي حاجه. قلت بقى ده حرق لهم البيض، ما هي الاكله دي بقى كلها كده لايقه على بعضها. الرز حبه وحبه مع الملوخيه، مع البطاطس اللي احنا سلقينها ومحمرينها، والملوخيه لونها ما شاء الله عليه. البطاطس اللي احنا سلقينها ومحمرينها مش بطاطس مقليه بس، لا لازم تبقى مسلوقه ومتحمره. البيض مش مسلوق برضه بس، البيض اللي احنا سلقناه في قلب البطاطس بيض مسلوق ومتدحرج كده. وعملت بقى طبق سلطه، حطيت فيه طماطم وحطيت فلفل وحطيت خيار، وحطيت بصله. بص لما تكوني تحط بصل على السلطه، اعمليه هو الاول وحط له شويه ملح وفلفل، يعني خلاط البصل وحط له شويه ملح وفلفل كده، واركنيه شويه. وحبه خل صغيرين، الحده بتاعت البصل دي بتروح خالص. فانت اعمليه الاول واركنيه، وبعدين بقى ايه كمان شويه كده بقى قطعي بقى الحاجه بتاعتك، الطماطم، البصل، الخيار، الحاجات دي. وبعد ما تقطعها حطها في التلاجة شويه، بتبقى طعمها حلو وما بتحسيش باي ريحه بصل ولا اي حاجه فيه.